عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. في البدايه كلنا بنصلي على الرسول. النهارده حبايبي بنعمل مع بعضينا بلح البحر. طبعا بلح البحر ده في ناس كتير ما بتاكلهوش، بس هو طبعا له فوائد وله اضرار، واحنا طبعا هنتكلم مع بعضينا وهنقولها. وطبعا ادي شكل بلح البحر. هو المفروض انا نضفته، هو المفروض بيبقى فيه زي شنب هنا كده او شعر، فانا قصيته بالمقص. وطبعا دعكته كتير جدا، وطبعا هو بيبقى مليان رمله. لازم نغسله اكتر من كذا مره لغايه ما تلاقي في قاع الحاجه اللي انت بتغسلي فيها ما فيهاش رمل، لان لازم تنضفيه كويس جدا ولازم تخلصي من الرمل بتاعه. هيبقى ده معانا دلوقتي بلح البحر. ده كده هنحط له بقى الاضافات بتاعته ايه. هنحط توم، طماطمايه كده، قرن فلفل اخضر، شويه جزر، شويه كرفس، وبهاراته هتكون عباره عن ملح، جنزبيل، كمون، فلفل اسمر، شويه هيل مطحون. تمام يا حبايبي، يلا بينا على البوتاجاز. واحنا بنعمل هنقول فوائده. ادينا حطينا الحله على النار، هنحط فيها معلقه زيت صغيره. بسم الله، ما نكترش الزيت. تمام. هنبدا بقى نحط ايه مع بعضينا؟ الثوم. ادينا حطينا الثوم، هنبدا نحط ايه؟ الخضره. هنديها تقليبتين كده لغايه ما لونها يغمق معانا عشان ريحتها تطلع. ونحط بقى الجزر والفلفل، ونحط بهاراتنا عشان برضو تتحمص معانا. هنبدا نحط مع بعضينا ايه؟ بلح البحر. بسم الله. احنا دلوقتي هنبدأ نتكلم عن فوائد بلح البحر. طبعا هو من كائنات بحرية من عائلة المحار والرخويات. بيحتوي على بروتين عالي جدا والعديد من المعادن. هو بيعمل على تحسين صحة العظام والمفاصل، وبيمنع طبعا هشاشة العظام اللي بتيجي للناس الكبيرة في السن، او يعني عامة الشباب. بيعمل مقاومة لفقر الدم، لأن طبعا فيه فيتامين ب 12. بيعمل على خسارة الوزن الزائد للناس اللي عايزة تعمل دايت. وبيعمل على تقوية الدورة الدموية في الدم، الناس اللي عندها أنيميا. وتحسين البشرة وصحتها، لأن طبعا فيها أحماض أميجية زي أوميجا 3. ولتحسين صحة القلب والحفاظ على ضغط الدم المرتفع. وبيحافظ على الأعصاب وبناء العضلات وجهاز المناعة. طبعا دي فوائده. أضراره بقى إن احنا لازم نغسله كويس جدا ولازم نطهيه كويس جدا، لأن بيبقى فيه نسبة من السموم. فمع الطهي والتنظيف بتاعه في الغسيل لازم نسويه حلو قوي قوي. ولو عايزين له طبعا له شوربة، بنحط له كوباية مية، بس لازم نسويه كويس جدا لو سمحتوا عشان أضراره. وهو كده فوائده اضرار بلح البحر، بس طبعا فوائده اهم واحسن من اضراره. ومع بعضينا هنكمل الطهي وهنشوف النهائي ايه معانا. ادي كده استوى معانا بلح البحر، وهو كده اتفتح، بس هو سخن بصراحة. شايفين منظره؟ ادي كده معانا، طعمه جميل جدا. ويا رب يكون الفيديو عجبنا. من اكل ودردشة ام كريم. ما تنسونيش بقى في لايك، شير، كومنت ظريف.